بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم كالعادة مع تحضيرات شهر رمضان المبارك جيتكم بهذه التدبيرة، واللي هي طريقة تحضير الذرة أو المايس في المنزل، هكذا باش تتهني من الشراء تاعها، ومدة الحفظ راح تكون طويلة. نتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم التدبيرة نتاع نهار اليوم، ونفوتوا مباشرة لطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. نبدأ طريقة التحضير. نحتاج حوالي 400 جرام مايز كما راكم تشوفوا. كنت غسلتها وصفيتها وخليتها تنشف. أنا هنا شريت قيس 10,000 كما راكم تشوفوا. ناخذ إناء ونفرغ فيه كامل الكمية اللي عندي بهذه الطريقة. بعدها نضيف لها الماء يكون سخون هكذا. الماء هنا لازم يكون سخون. بعدها نضيف لها كذلك 1 كيس خميرة الحلويات كما راكم تشوفوا. اذا متوفرش عندك الخميرة تقدري تضيفي لها بيكربونات هكذا. هنا الماء كما قلت لك لازم يكون سخون، لانه هذا سر نجاحها. كما راكم تشوفوا نخليها مدة 24 ساعة، أي ليلة كاملة، ونعاودوا نرجعوا ليكم. عاودنا رجعنا ليكم بعد ما المايس تاعنا باتت ليلة كاملة في ماء سخون. كما راكم تشوفوا المايس تاعنا راهي ما انتفختش بزاف. نغسلها مليح من هذيك الخميرة اللي باتت فيها، ونعاود نضيف لها ماء يكون نقي كما راكم تشوفوا، ونشللها مليح من هذه الطريقة. ضروري اننا نتخلصوا من الماء اللي باتت فيه. كيما راكم تشوفوا بعد ما شلتها ناخذ الكوكوطه نتاعي ونفرغ فيها كامل الكميه اللي عندي بهذه الطريقه هكذا. نفرغ كامل الكميه هكذا. دائما نقول لازم تجربوا الكميات القليله هكذا. نضيف كذلك حوالي 2 لتر من الماء، لانه انا خذت لي الوقت ساعتين طياب. ربما انت تاخذ لك اقل او اكثر على حساب لاكوكوت اللي عندك. نضيف كذلك 1 كيس خميرة الحلويات هكذا. نضيف كذلك ملعقة من الملح بهذه الطريقة هكذا، ونحطها مباشرة على النار ونغلق عليها ونخليها تطيب مدة ساعتين أو أكثر. هاي ليك المايس تاعنا بعد ما طابت كما راكم تشوفوا هكذا، يعني كمية الماء بقات فيها كمية قليلة. نصفيها من الماء اللي طابت فيه كما راكم تشوفوا. نخليها حتى تقطر تماما، يعني ما تبقى فيها ولا قطران تاع ماء. كما راكم تشوفوا المايس تاعنا راهي طايبة هكذا. نحطها في إناء. بعدها ناخذ البلارة نتاعي اللي كنت عقمتها من قبل، طريقة التعقيم كامل تعرفوها. نحط المايس نتاعي هكذا، نحط كامل الكمية بهذه الطريقة. منعمرش البلارة بزاف حتى نوصل لهذا الحد. بعدها نضيف حوالي 3 ملاعق من الخل كما راكم تشوفوا. الخل يكون ابيض او احمر ما يهمش كما راكم تشوفوا.
لهذه الدرجة. ثم ناخذ كمية من الماء، نضيف لها كمية من الملح كما راكم تشوفوا، ونفرغ على المايس نتاعنا هكذا حتى تتغطى كامل بهذه الطريقة. بعدها نغطي المايس نتاعي ونحطها في مكان يكون جاف، نقدر نحتفظ بها مدة شهر كامل. كما راكم تشوفوا هكذا نقدروا نستغناو على المايس المعلب، ونتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم طريقة التحضير. وحبيت نقول لأول مرة يزور القناة نتاعي ما تنساوش تفعلوا زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.